يا مساء الهنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض حاجة حلوة بسيطة جدا. يلا كده قومي اعمليها وفرحي الولاد. النهارده الجمعة، جمعة مباركة علينا جميعا. كلنا طبعا اجازة وولادنا اجازة، فطبعا قلنا نعمل حاجة كده نفرح بيها الولاد. يلا كده نشوف وصفتنا، نسمي الله ونصلي على الرسول. هحتاج في الوصفة بتاعتي حوالي نص كيلو من الفراولة. طبعا غسلها كويس جدا وشايلة العنقود الاخضر بتاعها، وهبتدي بقى اخدها واقطعها مكعبات. هشيل الجزء الاخضر اللي من فوق واقطعها مكعبات. قطعت بقى الكمية بتاعتي كلها، وجهزت معايا قالب وحطيت فيه ورقة زبدة، بحيث التورتاية بتاعتي او الحاجة الحلوة بتاعتي دي ما تلزقش في قاع القالب. هنزل كده بحوالي 3/4 كمية الفراولة، وهركن الربع الباقي على جنب. وهاخد بقى القالب برضو هاخده على جنب، وهبتدي اجيب بقى معايا بولة كده او بولة العجان بتاعي او المضرب، حسب ما انتي حابة بقى او حسب اللي عندك. وهنزل بتاني طبقة، طبعا اول طبقة الفراولة وتاني طبقة طبقة الكريم شانتيه. هننزل بقى بكوباية كريم شانتيه خام. لو مش متوفر عندك هتجيبي كيس دريم ويب. ونزلت بحوالي كوباية لبن متلج او حليب، وهنزل عليه طبعا عشان الكريم شانتيه خام هنزل عليه بمعلقتين من السكر. ومعايا كده ظرف من الفانيليا عشان يدي ريحة حلوة. وطبعا هغديهم بقى ضربتين كده بالمضرب. وهجيب بقى معايا كده اهوت باكو من البسكوت، اي نوع بسكوت عندك تحبيه، اهم حاجة يكون بسكوت سادة. طبعا بقى البسكوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنزل بقى بالكمية البسكوت 3/4. بس اثناء كده ما انا شغالة حسيت ان انا محتاجة بسكوت تاني، فنزلت بباقي كمية باكل البسكوت. هقطعه بقى كده او هكسره، اي حاجة يعني تكسير كده عشوائي براحتك، عايزة تحطيه سليم حطيه. انا بقى كسرته كده اي قطع كده هوت يعني، مش هتفرق يعني. ووزعتها كده، حطيت تاني طبقة اللي هي طبقة البسكوت. هاخد بقى الكريم شانتيه بتاعي الجاهز ده، هاخد منه حوالي ربع كميته، وهنزل بيه على طبقة البسكوت. وهفرده بقى فرد كده متساوي على البسكوت بتاعي. فردته كده هنا اهوت زي ما انتوا شايفين. الكريم شانتيه الخام بيرمي معايا كمية كبيرة جدا، يعني الكوباية رمت معايا كمية كتيرة جدا، على عكس الظرف اللي هو العبوة. فطبعا كل واحد حسب ما بيحب او حسب ما بيرتاح، يعني هو متعود. وزعت كده طبقة الكريم شانتيه. وطبعا 3/4 الكمية اللي باقيين معايا ركنتهم على جنب، وجبت معايا ظرف من الجيلي الكوكس، اي نوع تحبيه برضو، فيه اللي هو الدريم جميل برضو جدا. هفضي بقى محتويات كيس الجيلي في البولة بتاعتي كلها. اللي بيختلف عن كوكس ودريم ان كوكس الكمية اللي بتبقى في الظرف اكبر شوية من الكمية اللي بتبقى في الظرف بتاع دريم. ونزلت بكوباية مياه متلجة على العبوة بتاعتي، وهبتدي بقى كده ادوبها معايا لغاية ما الحبيبات الجيلي تدوب تماما. دوبتها كده، جبت بقى معايا البولة اللي فيها بقيت كمية الكريم شانتيه، ونزلت عليها. وهديها بقى لفتين كده بالمضرب، بحيث ندمج الجيلي مع الكريم شانتيه. تمام. يعني بصوا، هي حاجة حلوة اوي جدا وسهلة، هي بس علشان شرح الفيديو، لكن هي سهلة جدا. خلاص كده خدتها ضربتين كده بالمضرب. وهاخدها بقى وانزل تالت طبقة، هي تعتبر تالت طبقة او رابع طبقة، لان الطبقة التالتة برضو كريم شانتيه، ودي الرابعة كريم شانتيه بالجيلي. نزلت بقى بالكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، هي سايلة ولا سايلة قوي ولا متماسكة قوي. وزعتها كده. وطبعا زي ما احنا كنا عاملين مع بعضنا راكنين ربع كمية الايه الفراولة. هبتدي بقى كده اوزعها على وش القالب بتاعي. اوزعها كده بالتساوي في كل الكمية.
وطبعا بقى كده ايه بقت معايا تمام. هاخدها وهدخلها بقى ايه التلاجة لمدة ساعتين او زي ما انتي حابة. انا بقى ايه يعني انشغلت وكنت بعمل حاجات في البيت فنسيتها ايه اكتر من ساعتين، فتماسكت جدا معايا. بصوا خرجت معايا بكل سهولة، مش لازقة ولا اي حاجة. طبعا اللي ساعدنا على كده ورق الزبدة، ولو انت دهناها بقى ما عندكش ورق زبدة ودهناها اي مادة دهنية برضو هتبقى سهلة معاكي انك تشيليها من القالب. هبتدي بقى كده اقطعها معاكم عشان ايه نشوف ايه الحاجة الحلوة بتاعتنا. قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، هي اتمسكت شوية بس هتبقى سهلة معايا. طلعها بقى كده ونشوف قطعة معانا. ما شاء الله اللهم بارك، تحفة وطعمها تحفة. شايفين القطعة متماسكة ازاي؟ حاجة حلوة كده تعجبكم. قومي كده اعمليها وفرحي الولاد، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. انتظروني في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.